نشر موقع جلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي. هم حماة الأرض والعرض، هم فخر مصر، أبطالها، رجالها، أملها الباقي جيلا بعد جيل. أسود القوات المسلحة المصرية، سادة المعارك، خفة في الحركة، قوة في الصدمة، دقة ومهارة عالية، طراز فريد من الانضباط والدقة، رجال المهام المستحيلة، رأس الحربة الضاربة في قلب العدو. المجد لمن يذود عن أرض الوطن ويحفظ لها أمنها ضد أي اعتداء خارجي. وفي التصنيف الجديد حول دراسة القوة العسكرية ل145 دولة لأفضل جيوش العالم في عام 2023، حلت مصر في المرتبة 14 عالميا والأولى عربيا، تليها السعودية في المرتبة 22 عالميا والثانية عربية، ثم الجزائر في المرتبة 26 عالميا والثالثة عربيا، واحتل العراق المرتبة 45 عالميا والرابعة عربيا، والإمارات 56 عالميا والخامسة عربيا، يليها المغرب في 61 عالميا والسادسة عربيا، أما سوريا فكانت في المرتبة 64 عالميا والسابعة عربيا، وتونس 73 عالميا والثامنة عربيا، واليمن 74 عالميا والتاسعة عربيا. واحتل السودان المرتبة 75 عالميا والعاشرة عربيا، تليه سلطنة عمان في المرتبة 76 عالميا والحادية عشر عربيا، ثم الكويت 78 عالميا والثانية عشر عربيا، وجاءت البحرين في المرتبة 79 عالميا والثالثة عشر عربيا، وليبيا 80 عالميا والرابعة عشر عربيا، والأردن 81 عالميا والخامسة عشر عربيا، وأخيرا لبنان في المرتبة 111 عالميا والسادسة عشر عربيا. يعتمد موقع جلوبال فاير باور في التصنيف السنوي للقوى العسكرية عالميا وإقليميا على جملة من العوامل تشمل الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي.